في الخمسينات يعني سنة 53 وبعد الثورة على طول. 53 54 حاجة زي كده يعني. وأنا صغير كنت باجي عشان باجي بقف قدام النجارين، بقف بشوف ده بيعمل إيه ده بيعمل إيه. بقت إيه بعد كده بقى اتعلمت الكتابة. أنا كنت أقعد أكتب الحاجة نفسها بالشوكة زي كده اهوت، بس ما كنتش بعرف أوزع النقر الأمي والبتاع دوت، فكنت أعملها. وكان ليا عمي كان هو اللي متابعني، فكان الوالد انا كان مسافر في السعوديه، من ابويا برضو كان موجود. اتعلمت بس في الكتابه كان ايام كان عمي. انا عمي بقى اللي كان في الكتابه. عمك اللي كان هو اصلا ابويا انا هو اللي معلمه. كلهم عارفين لا هم اللي تم متعلمين بقى، بس هو يعني ده اكبر من ده سنا. فتعلم المهم فكنت انا حضرت بقى اللي قعدت مع عمي. فكنت كان يكتب الحاجه، كنت باجي ما اعرفش بالتوزيع، فلحد لما عرفت بقى بعد كده النقر التوزيع ازاي. احنا كان عندنا هنا زمان ما كانش من لحد السبعينيات ما كانش حد كان الشغل كله بيتعمل كله جماعيه كله. تجميع ما فيش شغل واجهات. يعني قليل قوي لما يكون شغل واجهات، قليل قوي. انما كل الشغل كان بيتعمل كده بيتكتب كده، وهي شغله يعني شاقه يعني مش. ايوه انا عارفه. يعني شغله شاقه. انتوا كده عاصرتوا اجيال كتير. هنا في الورشه دي صوره جد حضرتك. كلمني عنه، انت حضرته وعاصرته؟ لا ما حضرتوش انا. انا جيت انا جيت بعد ما مات هو. قول لي في مين كان قبل منه، يعني مين كان قبل منه شغال في المهنه دي كان موجود فيها برضه؟ ما اعرفش بقى هو ابوه، انا ما اعرفش. انا حضرت ابويا هو استلم الورشه مكانه. ابو حضرتك حكى لك ان في جد قبلك وفي جد قبلك. وفي يعني حوالي كام جد كده؟ احنا بقول لك انا سبع جيل. 7 جيل. 7 جيل من الحكايه دي. احكي لي حكايه المنبر، بما ان ده اصلا اساس موضوعنا النهارده. الصوره دي فين بالظبط وحكايتها ايه؟ يعني الصوره دي بتعبر عن تراث وعدى عليها سنين كتير. ده منبر اتعمل منبر واشنطن. واتعمل اتعمل في الورشه الثانيه اللي هي في درب السعاده اللي هي القديمه. اتعمل فيها هناك، وحتى لما طلع اتفك المنبر وراح، في حاجات فكها منه ما عرفوش هناك يجمعوها. يعني المنبر اللي احنا شايفينه في الصوره ده راح واشنطن. سنه كام تفتكر؟ في الخمسينات يعني سنه 53 وبعد الثوره على طول. 53 54 حاجه زي كده يعني. ما شاء الله.